جولة الدبل، الجولة المنفوخة، فشل بنش بوست. البنش بوست بتاعي اتدمر وراح في داهية خالص. اظبطوني اللايكات، عوضوني عن الخوازيق الكتير اللي خدتها، وعوضوني عن العذاب ده كله، ويلا بينا نبدأ. ولو عايزين تعرفوا معنى البني آدم اليهودي، ابقوا بصوا على جوارديولا، بصوا على البني آدم ده. ده مش بني آدم، ده مش بني ادم، ده عامل زي اللي هو قاعد معاك في الفصل اللي يقول لك انا مش بذاكر، ويدخل يذاكر ويقفل الامتحان. يقول لك الفرقه كلها تمام وسليمه وزي الفل. ده كمان كان ايه، كان بعد لما قال لك ان دي بروين شعر بانزعاجات، وقال لي ان هو يعني يشعر ببعض الانزعاجات. جه بعدها بيومين قال لك في المؤتمر لا، الفريق كله زي الفل وجاهزين كلهم ما عدا اكي. يجي النهارده ما يبقاش في القايمه اساسا. يجي يتسال انت ما لعبتش بدي بروين ليه؟ قال اه ما اصل هو مصاب. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. حاجه زي دي تفرق جدا بين واحد مثلا كان هيجيب صلاح او يجيب دي بروين. صلاح عمل اللي عليه كده كده، ده اكيد، مع ان برده ما كانش خطير على الجون زي ما الناس فاكره. هو الجون بتاعه ضربه جزاء. في الناحيه التانيه انت يعني انت هل كنت ضامن ما دي بروين لو كان لعب كان هيجيب نقط؟ ده النهارده السيتي كانت وحشه جدا من غيره. يلا بقى نتكلم عن الماتشات، ونبدا باول ماتش. والله عارف اول ماتشين ثلاثه كده اللي هم ماتشات امبارح بيعرفوك الجوله دي هتبقى عامله ازاي، الكتالوج بتاعها كده. يعني نبدا كده كده في السريع كده، ويست هام وكريستال بالاس. الناس اللي معاه تدفع من كريستال بالاس يعني انتم المفروض تعيطوا. ليه بقى؟ لان الثلاث اجوان بتوع ويست هام الثلاثه نفس النسخه، الثلاثه ركنيات. ويست هام ما هاجمتش طول الماتش تقريبا، يعني ما عملوش هجمه محترمه ووصلوا بيها للجون. هي ثلاث كرات ثلاث ركنيات. حتى لو تاخدوا بالكم سوتشيك، الناس اللي ما بتشوفش الماتشات فاكرين ان سوتشيك بيجيب جوان. لا، هو واقف بس كده، هو طويل. حط الكرة بدماغك، حط الكرة اسندها اللي جاي من وراك، هو كده. كريستال بالاس كانت بتلعب حلو في الماتش ده على عكس المعتاد في اخر ماتشين ثلاثة. بس يعني ايوه، زاها، سلوب، ايزي، كله اوليسي وكله عمل شغل. ندخل بقى على الماتش التاني، بريندفورد. ناس بقى معاه ادفع من بريندفورد وخلاص وتلعب بيه، بيجي لهم جون والله العظيم، جون ضحك. مش عارف تخبط في ايه، تروح رايحه للاعب بالحظ تروح داخله جون. اللي هو فراي تقريبا هو ما صدش غير كوره تقريبا في الماتش ده او كورتين. نيجي بقى لبرينتفورد. برينتفورد منتهى الملل، منتهى الشلل. وبجد انا بشكر جدا من مكاني هذا توني. توني جاب جون من لا شيء. توني طول الماتش ما جاتلوش فرصه. والله العظيم يا جماعه توني ما شاطش كوره تقريبا طول الماتش. هي الكوره بتاعت الجون كان فاول شاطه. يعني انا حرفيا توني مش متخصص فاولات، يعني هو عارف شاطه حلو جدا. في ناس قعدت تقول اون جول، بس دي ناس حاقدين. انا عن نفسي شايفه جون، وكان جون جميل جدا، وجاي في الزاويه ايه يعني في حته صعبه جدا انها تتصد. وجابوا جون تاني، جون ملوش دعوه بالفانتزي. نيجي بقى للماتش اللي هو اكد لنا الجوله دي هتمشي ازاي من بدايتها كده. يعني برايتون تنزل لك من غير ميتوما، تنزل لك من غير ماكاليستر، وتمام. يبدأ الماتش بلعيبة غريبة جدا، لعيبة غريبة جدا، ويجيبوا أربعة وخمسة وستة. طب انتوا ازاي كده؟ ما هو انتوا ازاي كده؟ يعني الطبيعي في حالتكم يعني ما تبقوش كسبانين او تجيبوا جوا واحد بالعافيه. لا، الاساطير بيجيبوا جوان. عارف اساطير انا ازاي ما نصحتكمش بيهم؟ ده تقريبا اللعيبه دي اول مره يجيبوا جوان في حياتهم. اونداف، اونداف ده اول مره يلعب في حياته تقريبا جاب جونين. ويلبك الاسطوره اللي محزني مقهرني بجد من جوه، لان انا حرفيا من جوايا انا ما نصحتش بيه، بس انا كنت هعمل هبدايه مع نفسي واجيب ويلبك. بس للاسف يعني قلبي ما كانش شجاع كفايه ان انا اعمل الحركه دي. ما جبتش ويلبك للاسف، جاب جونين واسيست وخرج قبل ال60. مارش كان بيلعب ولا ليه اي 30 لازمه في الملعب، يعني في 6 جوان وهو كان بيلعب قرب ال60 دقيقه وخرج قبل ال60. ما عملش اي حاجه خالص في 6 جوان. ينزل ميتوما، كان في كوره المفروض تتحسب له اسيست، ما اعرفش ليه ما اتحسبتش. ماك اليستر بلح. استوبينان اللي انا نصحتك بيه في فري هيت ولع الدنيا، وانا حتى في ناس نصحتهم ان هم يجربوا لو عايزين يعملوا دبل دفاعي يجربوا برايتون. حلوه ان استوبينان وستيل حلوه مع بعض، وستيل المحترم العظيم ب3 و9. هو على طول يعني بص يجيب لك كلين، يجيب لك اسيست، يصد لك ضربة جزاء. ما بص ما يمشيش بايده فاضية، عارف، ما يعني ما يقدرش ان هو يسيبك حزين. لا، لازم ياخدك كده بالاحضان ويعني يرقف بحالك، عشان هو عارف ان الجولة زفت عليك، فهو بيحاول يعني يراضيك. جروس يجيب، اللي هو اصلا يعني قبل ما الناس بس اللي هتروح تشتري جروس. جروس ده لاعب خط وسط دفاعي عشان
بقول لك برضه عشان انا عارفك انت هتروح دلوقتي تشتري جروس وتفتكروا الاسطوره. فالحمد لله ان هم طلعوا كلين، ومع ان كلين كان ممكن يضيع بسهوله يعني بسبب اخطاء دفاعيه. ندخل على اليوم التاني، قلت لك ايه يا اسطى؟ قلت لك سولانكي، قلت لك سولانكي. سولانكي يا جمال ودلال يجيب الجون، بعد كده ليرما يجيب جونين، ومش عارف مين يجيب تاني، مش عارف واحد كده اسمه غريب. بامفورد بيجيب له جون لليدز. ليدز دي خلاص يعني هم بيجروا بسرعة الصاروخ ناحية الهبوط، هم فرقة ما عندهاش خط دفاع اساسا. آه، الماتش ده عدى. نيجي بقى على السيتي، المدرب اليهودي اللي طلع لي دي بروين بره القايمه. طب ليه ما تقولش ان هو مصاب؟ يعني انت ليه يعني ليه كده؟ يعني ده انت تفوقت على حلمي طولان، يعني عارف اللي هو مدربين مصريين بيتحنيكوا يقول لك اللاعب مش هيلعب وبيلعب. لا هو ده يقول لك موجود موجود وزي الفل وما يلعبش يعني. مش عارف انت استفدت ايه. حرفيا الفرقه من غير دي بروين سيئه جدا، ضعيفه جدا. انا شخصيا لو كنت اعرف ان دي بروين مش موجود، مش فكره ان انا هجيب دي بروين ولا مش هجيبه، انا كمان ما كنتش هكابتن هالاند اساسا. هالاند النهارده مفيش فرص جات له، هي ضربه جزاء، مفيش كور ضيعها. انا بتكلم في نقطه ان مفيش اي حاجه جت، مفيش اي فرص جت. الفاريز جاب جون من لا شيء برضو، عمل اللي هو جاب ضربه الجزاء. غير كده مفيش. فولهام كانت بتلعب حلو جدا، جابوا جون وضيعوا فرص كتير، وكان في ضربه جزاء المفروض تتحسب لهم بس الحكم عداها كده بالحب. والدفاع كالعاده ملط، يعني عارف اللي هو كالعاده لازم ادرسون يدخل فيه جوان. يونايتد واستون فيلا، ويونايتد واقسم بالله انا ما شفت حظ بحظ اليونايتد ده بجد. يا جماعه يا جماعه مش ممكن. بصوا في الدقيقه 80، بص سيبك من الماتش كله، مع ان استون فيلا ضيعت فرص كتير طول الماتش. افتح الدقيقه 80 وافتح الدقيقه 83، ثلاث كورتين في الدقيقه دي وكوره في الدقيقه دي، الكور كلها بتتشال من على الخط، ومش من الحارس، لا مدافعين بيشيلوا الكوره من على الخط. حظ غير طبيعي، حظ غير طبيعي. واتكنز ضيع له كورتين. الدفاع كان ممكن يطلع كلين على فكره بكل سهوله، لولا خطأ مارتينيز ان هو كرة راشفورد كانت سهلة انها تتمسك، بس هو فلتها من ايده وراحت جون برونو فرنانديز. ندخل بقى على اعر فرقة في دفاعيا مالت. ولحد دلوقتي انا مش قادر اصدق الناس اللي جايبين اتنين مدافعين من نيوكاسل، يعني بيدخل فيهم جون من ساوثهامبتون، الفرقه اللي هي خلاص ضمنت الهبوط تقريبا، بيدخل فيك جون منهم وعلى ارضك. يعني امال انت امتى؟ انا عايز اعرف. عايز ماتش ايه اسهل من قدام فرقه هابطه مركز اخير وهجوميا ملط، ومش عارفين يعملوا عليك هجمه غير هجمه تقريبا ولا كورتين، بيجيبوا فيك جون بكل سهوله يعني. بجد حان الوقت خلاص ان نتخلص من تريبيه حتى لو عنده دبل. الواحد قرف وزهق من الفرقه دي دفاعيا. هجوميا اهو ويلسون هيقعد يحنكش مع ايزاك. وبص، ايزاك بدأ الماتش، ويلسون دخل راح جاب جونين. هل هتضمن لي ان ايزاك هيلعب الماتش الجاي اساسي؟ يبقى بيني. ندخل بقى على الماتش اللي كان فيه يعني بجد نتيجة غير عادلة تماما. انا مشجع توتنهام وعارف الماتش لو كان الشوط الاول كان ليفربول داس كان ممكن يكسبوا 6 و7 و8 وانا معاك. بس بجد يا جماعه، سن انا مش انا مراهن لك من كام جوله على سن، من ساعه لما كنت عامل حلقه فري هيت، عمل اسيست في الماتش ده بعديها ماتشين ثلاثه اجوان اجوان اجوان، وهو النهارده برضو جايب جون واسيست. سن النهارده مضيع كورتين في العارضه وعامل اللي عليه وزياده. روميرو ضيع كوره في العارضه. ليفربول كل شوطه كانت بجون، هو حارس توتنهام ما صدش اي كوره حرفيا. وبص في الاحصائيات لو عايز تبص، يعني مش عايز تصدقني. جاكبو عمل عظمه بجد، يعني شكرا جدا يا جاكبو. حوضة جامبو حبيب قلبي جاب اسيستين، المفروض ياخد بونص. الله اعلم الحراميه بتوع الفانتازي مش هيدوله ولا ايه. كين جاب كالعاده هيشوط البونص، كده كده لازم يشوط البونص. دياز وصلاح. صلاح ما شاطش اي شوطه غير ضربه الجزاء اللي شاطها. جوتا دخل المفروض كان يتطرد، مش عارف ازاي ما اتطردش. عموما جولة كانت سيئة جدا بالنسبة لي يعني. جبت نقط فاضحة في الجولة دي. يعني اتمنى في الماتشات التانية بتاعت الدبل يعني اي حد ينصفني، لان حرفيا انا بكح تراب. بس كده يا شباب، قولوا لي جبتوا كام نقطة في الجولة الكبيسة السيئة دي؟ حتى في المتوسط النقط 40 نقطة تقريبا، يعني جولة كحيانة ملة يعني. بس كده يا شباب، وزي ما قلت لكم قولوا لي جبتوا كام نقطة، وشجعوني كده باللايكات عشان الواحد محبط وحزين، يعني فرقتي بتخسر ومش عارف اجيب نقط ومش عارف اجيب سبسكرايبرز، حاجة صعبة جدا. بس كده يا شباب،
ان شاء الله ممكن انزل حلقة صياح تانية بعد الماتشات اللي هي بتاعت الدبل، وحلقة النصايح كده كده ان شاء الله ممكن الاربع او الخميس، بس كده يا شباب.